قوم يا راجل قوم، اسمع جارنا بيعمل ايه. هو انا كل يوم هفضل استحمل كده؟ برضا ولا ايه؟ قال لي وبعدين معاكي؟ قلت له بعدين معاك انت. قوم اتعلم شوف بيعمل ايه، دي مراته صوتها جايب آخر العمارة مش زيك انت. قال يعني عايزاني اروح اسأله بيعمل ايه؟ قلت له ما تروح تسأله وتتعلم، شوف يا اخويا هو بيعمل ايه بدل الخيبة والوقت اللي انت فيه ده. قال لي لا ده انت اتجننتي. قلت له ايوه اتجننت من عمايلك، ما هو مفيش حد بيعمل كده. ها، انا بقالي قد ايه مراتك ونفسي في حتة عيل، وانت ولا كأنك هنا. قال لي انا بعمل اللي بقدر عليه. قلت له بتعمل ايه؟ ده هما دقيقتين وده اذا كملتهم، وساعات كمان الزبادي بيكب على الارض، مش كده؟ قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له معرفش تعمل ايه، روح اسأله. قال لي طيب ما يمكن هو بياخد أدوية ولا حاجة بتساعده على كده. طيب بصي أنا هقولك على حاجة. قلت له قول يا أخويا قول. قال لي انتي بكرة لما انزل الشغل وتتأكدي إن الراجل اللي جنبنا نزل هو كمان، خبطي على مراته. قلت له خبط عليها أقول لها إيه إن شاء الله؟ جوزك بياخد إيه ولا بيعمل إيه؟ قال لي أيوة. قلت له انت اتجننت انت؟ قال لي يعني بالطريقة مش بالظبط يعني، انتي بس تفهمي منها هو بيعمل ايه او بياخد أدوية ايه بالطريقة، بس مش على طول، بعد ما تتصاحبي عليها شوية. قلت له اما اشوف اخرتها معاك. وفعلا سمعت كلامه، وبعد ما نزل الشغل واتأكدت ان مراته وصلت جوزها لحد باب الشقة زي عادتهم، وبصيت من البلكونة اتأكدت من ماشي، استنيت لحد ما النهار طلع شوية، اصل احنا كنا بدري قوي. دخلت المطبخ وعملت صينية كيك محترمة وقلت أطلع أقدمها لها، وفعلا طلعت وقلت لها إحنا جيران ولازم نتعرف على بعض. هي فرحت جدا وقعدت تشكرني، وقعدنا نتكلم في حاجات كتير وتصاحبنا، بس مش في نفس القعدة دي سألتها، لأ، استنيت شوية. ولما رجع جوزي بالليل قال لي ها، عملتي إيه؟ قلت له اتصاحبت عليها. قال لي وقالت لك السر؟ قلت له يا راجل مش من أول مرة كده نسألها. قال لي أمال إمتى؟ قلت له معرفش، استنى شوية ومن خلال علاقتنا ببعض ونيجي ونزور بعض هي هتحكي لي كل حاجة. قال لي يا مجنونة، هتحكي لها إيه؟ هتقولي لها يعني إن جوزك ملوش في أي حاجة؟ قلت له أنت مالك، ده كلام ستات لبعض، ملكش دعوة بيه. وفعلا بقينا نزور بعض، مرة هي تجيلي ومرة أنا أروح لها. وفي مرة وإحنا قاعدين جوزها كلمها وتقريبا قال لها تجهز نفسها ولا حاجة، بعد ما قفلت معاه وشها كان متغير. سألتها مالك يا حبيبتي، وشك متغير كده قالت لي ليه؟ والله مش عارفة أقولك إيه، بس هحكيلك، ما انتي زي أختي، ولو ما حكيتش مش عارفة ممكن يحصل لي إيه. قلت لها احكيلي يا حبيبتي يمكن يكون عندي حل. قالت لي إحنا بقينا 7 و8 شهور متجوزين. قلت لها يعني لسه عرسان جداد؟ قالت لي أيوة. قلت لها أمال سبتوا الشقة ليه، مش اتجوزتي في شقتك؟ قالت لي أنا شقتي في بيت عيلة وكان بيحصل مشاكل كتير علشان كده نقلنا، بس مش دي مشكلتي. قلت لها أمال إيه؟ قالت لي بصراحة كده طلباته كتير قوي، وأنا ما كنتش فاكرة إن الجواز كده، كنت عارفة إن في حاجات بس مش للدرجة دي. قلت لها حد يقول لأ للحاجات دي؟ طب ده أنا كده هحسدك. قالت تحسديني؟ طب لو عجبك قوي ممكن تاخديه. كنت فاكرة إنها بتهزر، لكن لقيتها بتقولي أنا بتكلم جد ما بهزرش. إيه رأيك بعد بكرة نتعشى كلنا سوا، إنتي وجوزك وأنا وجوزي، وإنتي تجربي وأنا أجرب مع ده ونشوف. قلت لها إنتي بتتكلمي جد؟ قالت لي أيوة ما بهزرش، صدقيني أنا بتكلم بجد. بصراحة الفكرة عجبتني، وهي قالت لي إنها هتفتح جوزها، وأنا كمان اتكلمت مع جوزي، وجوزي فرح إن مرات صاحب الشقة اللي جنبنا كانت عجباه، وكان بيقول إنها زي القمر ومن حقه يعمل كده. وأنا بصراحة جوزها كمان كان طالع من عيني، كنت طول الوقت أقول لها يا بختك يا بختك، وما كنتش عارفة إنه هيجي يوم ويحصل كده. وبصراحة جوزي اقتنع، والأغرب إن جوزها كمان اقتنع وقال لي عينه عليا من زمان وبرضه معجب، وأنا ما فرقتش. المهم رحنا عندها ولقيتها محضرة سفرة عشاء بأشكال وألوان. طلبت مني إحنا الاتنين نغير هدومنا ونلبس حاجة خفيفة عشان الكلام يحلى ما بينا، وأخدتني الأوضة عندها، دخلنا لبسنا حاجات شبه بعض وبعدين طلعنا. جوزي كانت عينيها تطلع بره وشه، وجوزها كمان نفس الحالة،
قعدت جنبه وهي قعدت ناحية جوزي، وفضلنا ناكل ونتكلم مع بعض لدرجة إننا حسينا إننا نعرف بعض من سنين. قعدنا نهزر ونضحك ونتكلم وكأننا نعرف بعض من زمان. وبصراحة أنا كمان كنت حابة الموضوع قوي. انتوا ما تتخيلوش الموضوع ده طلع حلو ازاي. ما كنتش مصدقة نفسي. وبعد ما اتعشينا وشربنا، جوزها قال لنا احنا نتفرج على فيلم الأول كده نفك. وفعلا حط فلاشة في شاشته وشغل فيلم. بصراحة أول ما شفت الفيلم اتجننت وما كنتش مصدقة عيني. كنت عايزة أقوله اللي احنا بنشوفه ده جديد عليا، مش أنا متجوزة، لكن أول مرة أشوف حاجة زي دي. صدقوني كنت هتجنن، بس بصراحة حاجة كده ولا في الخيال. سرحت قوي باللي هو عمله وكنت مبسوطة جدا لدرجة إني كنت مستعجلة أدخل الأوضة. وبعد ما خلص الفيلم كنت خلاص في عسل عندي كتير، وكمان كنت ملاحظة إن عينيه عليا طول الوقت. المهم بعد كده دخلنا الأوضة إحنا الأربعة، ومش هقول لكم على اللي حصل. الموضوع كان صعب، لكن في حياتي ما كنتش متخيلة يحصل كده. ودلوقتي عرفت السر، وعرفت ليه طول الليل صوتها عالي وبتصرخ. أنا دلوقتي عرفت، وعرفت كمان إنها معاها كنز. أيوة، الراجل اللي زي ده يبقى كنز بالنسبة لي أنا. بصراحة ما كنتش مصدقة نفسي ولا مصدقة اللي أنا بعمله. كأني جعت وما صدقت ألاقي عيش كلته. بصراحة شبعت أكل من الزبادي واستكفيت لحد ما هو قال لي خلاص كده، وبكرة أكيد هتيجي تاخدي زبادي تاني من عندي. قلت له طبعا ده كل يوم، وبقينا كل يوم كده موجودين مع بعض ويحصل اللي بيحصل. بس بصراحة أنا عايزاه يطلقها ويتجوزني، وجوزي يطلقني ويتجوزها لو عايز. أنا ما بقتش عايزاه ولا طايقة وجوده. وعلشان كده جيت ليكم وحكيت لكم قصتي، يمكن انتوا اللي تفيدوني وتقولولي أعمل إيه واتصرف إزاي. أنا هستنى كل تعليقاتكم وأراها كويس، بس يا رب تفيدوني في أسرع وقت. كانت معكم نورهان ستوريز. دمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.